ازيكم، اخباركم ايه؟ كويسين؟ استاذ سفروت. ازاي حضرتك يا عم؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كويس، انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله، بس في يومك مش تمام. انت كل مره تجيلي بمشكله. انا زعلان عليها جدا نفسي ومخنوق. ندردش انا وانت من غير مشاكل. ما ينفعش، ما احنا بنيجي لحضرتك نشور عليك برضه. اتفضل. في يومك حابسه نفسها ال 24 ساعه في ال 24 ساعه جوه البيت. قال ايه؟ خايفه من الشمس عشان مجرد ما بتخرج الشمس بتغير لون بشرتها الجميل وبتبقى سمرة بعد ما كانت لونها ورد مفتح. فمش عارفين نعمل ايه، تفضل محبوسه في البيت ولا ايه؟ عشان كده حابسه نفسها في البيت. خايفه على بشرتها وجمالها. ده ايه رايك؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ والله انا شايف ان هي ما تخرجش خالص، ده احسن ليها عشان الشمس وللناس اللي بره برضه. عشان ما تاذيهمش. اه وليك انت؟ بالنسبه لي انا ابقى سعيد منطلق في الشارع على طول كده واقعد العب وهي ما تغلسش عليا. وما هي بتخرج يعني بتقول لك ما تخرجش، يعني ما بتاثرش عليك لو هي خرجت؟ لا هي ما بتاثرش عليا عشان هي مش فهمها، يعني ان انا اسمر ابيض، انا راجل لكن هي بنت. نقول بقى انه الكلام ده برضو يعني لازم نقوله صح. ازاي بقى حضرتك؟ قول ازاي بقى. احنا بنتعرض للشمس، لازم نتعرض للشمس اكيد. ولازم ما نقعدش فترات طويله في الشمس. ايه الكلام ده؟ كلام ضد بعضه؟ لا مش ضد بعض. دايما احنا كلامنا لما قلنا قبل كده كلامنا وسط. هو احنا بناخد فيتامين د لما بنتعرض للشمس. لازم نتعرض للشمس يوميا عشان ناخد فيتامين د، اللي عشان النمو العضلي بتاعنا، السنان والمشي والعضلات والم العضلات، الكلام اللي اتكلمنا فيه ده كله بنستفيد من الشمس 10 دقايق في الشمس المباشره. مش لازم الشمس المباشره دي تبقى الساعه 3 الظهر في عز الحر. اي وقت نتعرض للشمس 10 دقايق اللي هم البشره بتاعتهم لونها وسط. البشره السمراء بنحتاج فتره اطول، البشره البيضاء بنحتاج فتره اقل عشان ناخد فيتامين ايه؟ د. في نفس الوقت لو تعرضنا للشمس دي يا استاذ سفروت فترات طويله هيحصل ضرر، عشان كده الاستاذه فيونكا خايفه. التعرض للشمس مباشره من الساعه 12 للساعه 4 مش بنحبه. ليه؟ الفترة ديت هي اللي فيها شمس عنيفة، ممكن تعمل حروق الشمس أو ضربة الشمس. الاثنين، حرق الشمس للجلد أو ضربة الشمس اللي بتعمل حرارة عنيفة وتغير في درجة وعي الطفل. فبالتالي احنا لازم ما نتعرضش للشمس مباشرة فترة طويلة، كلام محدد اهو، فترة طويلة في الفترة دي من 12 ل 4. قبل كده ممكن نتعرض للشمس، بعد كده ممكن نتعرض للشمس. دايما في حالة التعرض للشمس، طفل تعرض للشمس فتره طويله وحصل حرق في الجلد، نعمل ايه؟ نعيط ولا نبدا نتعامل معاه؟ اكيد نتعامل. قلنا قبل كده اكتر حاجه واتكلمنا عليها في كل حلقاتنا ايه؟ الميه. برافو عليك. فالميه المباشره على راس الطفل لو هي ضربه شمس او على جلده في المكان المحروق فتره طويله، ده اكتر حاجه بتلطف الجلد، وبعد كده بنبدا نتوجه للطبيب اللي بيقرر العلاج. ضربه الشمس عباره عن سوائل كثيره وسوائل شرب وسوائل على الجلد بتاعه، يعني ميه كتير على جسمه. ماشي. تغير في درجة الوعي بتاع الطفل، ده لازم بسرعة يطلع لأقرب دكتور. لو حصل تغير يبقى مدروخ، نشاطه مش حلو، ده لازم يروح بسرعة للدكتور. طب سؤال بقى حضرتك يطرح نفسه. اتفضل. هل في يومك تقدر اخت حبيبتك تحافظ على جمالها ونقتها ان هي تاخد احتياطاتها قبل ما تخرج من البيت؟ بص، احنا في طوارد للشمس مناسبة للأطفال، في أنواع كتير، ولازم طوارد الشمس دي ليها نوعيات معينة في الأطفال وليها تركيزات معينة، وبتتحط كل ساعتين. واحنا غصب عننا مثلا في مصيف، او احنا غصب عننا هيبقى في الشمس فتره طويله، او هنتعرض للشمس يوميا، ممكن نحط اللي هو بيسموه صن بلوك دوت او طارد لاشعه الشمس بتركيز معين في الاطفال وانواع معينه في الاطفال، وبنجدد الدهان للجلد عشان يطرد اشعه الشمس كل ساعتين. بس ده بيطرد أشعة الشمس، لكن ملوش علاقة إنه يحصل الجلد يبقى فيه يعني يبقى اسمر شوية أو لأ. عشان الناس فاكرة إن هو بيدهن يبقى مش هيحصل سمراء أو مش هيحصل حرق للجلد. هنطرد الأشعة الضارة بتاعت الشمس بس. تمام. في فرق بين حرق الجلد وفي فرق بين اسمرار الجلد. بالظبط. الاسمرار ده طبيعي مع التعرض للشمس. اروح بقى فرح في يونكا خليها تخرج. بس ما تقعدش في الشمس المباشره من 12 ل 4 الا في اضيق الحدود وروح غصب عننا، لكن مش يومي ومش كتير عشان هو ده اللي بيعمل المشكله. اتفقنا؟ ماشي. عن يد حضرتك يا عمو. اتفضل. طياره يا سونكا، اخرج يا سونكا. لي 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 لا 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 لا